طيب وش اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يبغى الدنيا؟ يريد الجنة، لكن يريد من ربه. قال الله جل وعلا الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال العلماء: يرضى محمد إذا دخل كل من وحد من أمته الجنة. تخيل كيف شوقه لك، يوقف يوم القيامة: يا رب هذا من عبادك وهذا قد وحدك، فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي اذهبوا فانظروا هل له من حسنات، ويدخلون يدورون له فلا يجدون عنده إلا لا إله إلا الله، فيأتون يقول: يا رب لم نجد عند هذا إلا لا إله إلا الله. قال: أدخلوه بلا إله إلا الله ولنرضين محمد بن عبد الله. يا الله، لازم نرضي محمد. رسولنا لن يرضى إلا إذا رأى كل من وحد من أمته دخل الجنة. ألا يستحق الحب؟ ألا يستحق اتباع السنة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، بالسير على هديه، بالسير على طريقته واقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. في غزوة أحد حرمة، طلع أبوها وزوجها واخوها واثنين من ابنائها في المعركة، ولما اقبل الجيش الناس طالعين يشوفون من الحي من الميت من عيالهم. وغزوة احد كما تعرفون اشيع بان النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فخرجت المرأة في مدخل المدينة تنتظر البشاير، فاقبل عليها الجيش قالوا لها: يا ام فلان احسن الله عزاك في ابوك في ابيك. قالت: دعني من ابي، ما هي اخبار رسول الله؟ وين الرسول؟ يقول لها: ابوك مات في الغزوة الحين. قالت: دعني من ابي، اين رسول الله؟ قال: هو بخير. قالت: والله لا اثق ولا يرتاح بالي حتى اراه بام عيني. ثم تمشي شوي تركض ويجيها رجل اخر قال: احسن الله عزاك في زوجك. قالت: دعك من زوجي، كيف رسول الله؟ الرسول كيفه؟ قالوا: هو بخير. قالت: والله لا يهنأ لي بال ولا تقر لي عين حتى أراه بعيني. ثم يقبل عليها قابل فيقول: احسن الله عزاك في أخوك. تقول: دعني من أخي، ما هي أخبار رسول الله؟ حتى قال: لقد مات ابنيك الاثنين، أبوها وزوجها وأخيها وابنيها ماتوا في المعركة. قالت: والله لا يهدأ لي بال. ولما رأت النبي في معركة أحد الرسول رجع والدم ينزل من وجهه وستأتيكم قصته الآن، قالت: يا رسول الله ها كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله، والله كل مصيبة هينة يا رسول الله. أنا لا أريد الأب ولا أريد الزوج ولا أريد الخال ولا أريد العم ولا أريد الولد، لكن كل مصيبة بعدك يا رسول الله تهون. أسألكم بالله، هل نحن عندنا هذا الحب لرسول الله؟